اتكلمنا عليه قبل كده هو منتاليتي وطريقة معينة عشان تبقى ستودنت او تبقى حد قوي او تعرف ان انت تنظم وقتك. طيب انا اصلا كل اللي بعمله بقى في الجامعة وقبل الجامعة وحتى بعد الجامعة ده عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل بيه strong CV. انا هعتبر ان معانا ناس زي ما انتوا بعتولي انه احنا معانا ناس لسه داخل الجامعه جديد وسنه اولى وكده، فاحنا عايزين نتكلم عن السي في بطريقه مبسطه وفروم سكراتش عشان الناس تفهم الفكره هي ايه من السي في. انا كاتبه لكم ان السي في هو journey not paper. يعني ايه؟ يعني مش باكتريه الورق. يعني انا المفروض انا كحد مسك السي في اتش ار مثلا بوزيشن شركه معينه، مثلا حد مقدم على البوزيشن ده، وانا اتش ار امسك السي في بتاع احمد بتاع ساره بتاع ندى بتاع روان بتاع اي حد، اعرف الشخصيه بتاعتها من غير ما اقابلها. يعني ايه؟ اشوف على حسب الحاجات اللي هي كاتباها في السي في بتاعتها او بتاعه مثلا، ابتدي ان انا اقول اه والله ده شخص باشن جدا بالتعليم. اه دي البنت دي بتعرف تعلم نفسها حاجات جديده. اه والله ده الولد ده مثلا عنده critical thinking قوي جدا. فانت لازم تكون عارف ان السي في بتاعك بقى في الحاله دي لو هو ده اللي هيبقى الايدنتيتي بتاعك للمكان اللي انت بتقدم فيه، وقتها هتدرك ان السي في مش عباره عن جي بي اي بس. قبل ما نتكلم وندخل في ديتيلز اكتر، انا عايزاكم تتخيلوا معايا دلوقتي انه انت كل واحد فيكم دلوقتي قاعد، هو جاي له سي في بتاع اتنين. تمام. واحد هو الاول على دفعته، معنى الكلمه الاول جي بي اي بتاعه بسم الله ما شاء الله فوق. كل حاجه في الجامعه عاملها بيرفكت جدا، درجاته كل حاجه تمام جدا، بس هو لا يملك في السي في سوى الجزء العلمي وبس، او سوى مثلا ان هو الاول وبس، وهنسميه مثلا اكس. وبعد كده هتلاقي برضو سي في واحد تاني، وهنقول ان الاتنين انت ما تعرفهمش. التاني هتلاقي مثلا جي بي اي بتاعه هنقول 3.5 for example او 3.4، بس هو عنده volunteering activities، بس هو داخل في student activities. طب هو عنده بيهتم بالسوفت سكيلز بتاعته كويس جدا. بيحاول ياخد experience في كل حاجة تبع المجال بتاعه أو بره المجال بتاعه. في الحالة دي انت كواحد عايز حد معاك في الشركة هتختار مين؟ وقتها مش هتتكلم عن ما قبل. يعني ايه؟ يعني مش هتقول والله ده لا ده الاول على دفعته فده اللي هاخده بس. لا، مش هتعمل كده على فكره وقتها. لا، انت هتبقى وقتها صاحب بيزنس وعايز حد يكون دماغه شغاله. يعني ايه؟ شخص اتكلم معاه يلاقي الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته بيرفكت وهو بيكلمني. واحد دخل وجرب قبل كده ان هو يدخل في اماكن ويضيف للمجتمع او يضيف للمكان اللي كان فيه. فعشان كده اعتبروها زي السي في بتاعك ده، زي كوبايه. الدراسة مثلا بتمثل فيها 70%. بقيت بقى بقيت الحاجة أو بقيت الكوباية الكام نسبة في المية اللي المفروض إن أنت تملاهم 30%، دول المفروض إن أنت تملاهم بحاجات تدي experience او تدي مثلا عنك ان انت شخص soft skills بتاعته بيرفكت جدا، انت بتاخد كورسات حلوة قوي. طب في الحالة دي يعني دلوقتي احنا نفهم ان السي في المفروض يكون وانا ماشي في الحياة العلمية بتاعتي ما انساش الحياة العملية، وما انساش السوفت سكيلز بتاعتي، وما انساش الكورسز، وما انساش التريننج ولا الفولنتيرنج والحاجات دي. لو جيتوا بصيتوا على مثلا الابليكيشنز فورمز بتاعه المنح الدراسيه، لو حد فيكم مهتم بالمنح ممكن على فكره حتى لو انتوا لسه في الجامعه تدوروا وتحجزوا اماكنكم في المنح، طبيعي جدا مفيش اي مشكله في الموضوع ده. هتلاقي ان بيبقى فيه بند كده بيقول لك ايه، اتكلمني عنك عن ستودنت اكتيفيتيز وعن السوشيال اكتيفيتيز اللي انت عاملها. يعني ايه؟ يعرفوا انت شخص نافع للمجتمع ولا لا. لان انت لو الاول فاهمين منك اوائل كتير، انما لو انت شخص متزن يعني بتعرف تعمل حاجات كتير قوي مع بعض وفي نفس الوقت مفيش حاجه تطغي على حاجه، وبالعكس ممكن يكون برضو بنسبه 90% الدراسه هي النسبه الاكبر عندك، فلا يبقى يقولوا ان الشخص ده هيفيدنا احنا كمجتمع، مش هيجي ياخد العلم مني ويمشي بس. فلازم تكونوا مهتمين بكل البارتس دي. فبناء عليه احضر كل الورك شوبس بتاعتك، سواء كان حاجات تبع تخصصك او انت مش عارف اذا كنت هي تخصصك ولا لا لو انت لسه في السنين الاولانيه. آه، تشارك في الستودنت اكتيفيتيز مهما كانت، شارك وانت حتى هتعرف كونكشنز، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك هتبقى قويه. خد اونلاين سيرتيفيكيشنز وكورسز، ما تخافش ان انت عشان الكورس خدته اونلاين الشهاده مش في ايدك. احنا خلاص اصلا دلوقتي شغالين، احنا دلوقتي في جيل التكنولوجي، فمش مش لازم يكون معاك بيبر، وانت خدها وطبعها ما فيهاش اي مشكله. واشتغل على السوفت سكيلز بتاعتك، واشتغل على اللانجوج سكيلز بتاعتك عشان مهمه جدا ان انت تكتبها. وتاني او تالت بعدها لكم، هي اللينكد ان بتاعك لازم يكون قوي عشان او الفرص اللي هو
بيوفرها لك، دي بتكون بجد 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 قويه جدا جدا. انا في ناس حرفيا ما كنتش اتخيل انه ممكن اتكلم معاهم ردوا عليها على لينكد ان. فالفكره نفسها ان انت جرب وحاول. ومش لازم على فكره تبوست كل حاجه يا جماعه، مش لازم خالص، بس لازم تكون تفولو اب على السيستم بتاع لينكد ان، عشان في ناس كتير قوي بتفولو اب غيرك، فتلاقي فرص ان انت تتعلم منها. هتلاقوا برضو ان السي في كاتبه لكم ان your CV is built from small steps that reflects your passion not perfection. لازم نخلي بالنا ان حتى لو الحاجه اللي احنا بنعملها لسه ستيبس صغيره هي هتوصلنا، مش لازم ان السي في يكون واصل لحاله الكمال. يعني مش لازم مثلا يكون الكورس في ناس انا شفتها بجد، في دكاتره حتى بتقول انه لازم الكورس يكون قوي، اللي هو يعني هو مش لازم خالص ان هو يكون من هارفرد عشان احطه في السي في، لا خالص. انت طالما الحاجه اتعلمت منها ولما يجي حد يسالك فيه انت عارف ان انت ترد، حط في السي في بقلب جامد جدا. طيب، دي بقى تيبس حاسه انه حتى لو انتوا جيتوا دورتوا على كده كده سايبه لكم اي تولز ازاي ان انتوا يساعدوكم ان انتوا تبنوا سي في قوي، بس حاسه ان البوينتس دي مهمه قوي قوي، لازم تخلي بالكم منها لان معظمنا بيقع فيها. لو انت undergrad دلوقتي، انت لسه في الجامعة ولسه مش عندك الاكسبيرينس الكافية او الكورسز الكافية او كل حاجة ان انت تكتبه في السي في، فانا جاية اقولك انه لا، اعمله حتى لو one page. مفيش حد فينا فاضي لدرجة انه ما يكتبش اي حاجة في السي في بتاعه. هي الفكرة كلها ان انت لسه ما تعرفش نفسك، فانت تعمل ايه من الدقيقة دي؟ انت تقرر ان انت تعرف نفسك. تعرف نفسك يعني تشوف انت لو عندك لانجوج بتعرف ان انت تعرف ان انت تتكلمها، اكتبها. ابتدي انت تاخد كورسز اونلاين حتى لو بتبقى مثلا مدة اسبوع او اقل. ابتدي ان انت ابني حتى لو هتبقى فترة الجامعة في السنين الاولانية دي، انت في ايديك ورقة واحدة بس هي سي في. هو مش يعني مش بالكوانتيتي، ولكنه بالكواليتي او بالامباكت اللي انت اتعلمته في نفس الوقت. لما تيجوا تكتبوا الطريقه مثلا الحاجه اللي انت بتكتبها في السي في، مثلا الحاجه الاتشيفمنتس بتاعتك، ما تكتبهاش على هيئة تاسكس. يعني ايه؟ ما تقولش مثلا الطلب مني او دكتور كلمني ادخل معاه في ريسيرش بيبر، لا مش كده. انت بتيجي قايل ايه؟ مثلا شاركت في ريسيرش بيبر اتنشرت في كذا سنة كذا فور اكزامبل، او انا عملت اورجانيزيشن لساينتفك ايفنت كذا كذا. اكتب النتيجة بطريقة ان انت تقول فيها انت عملت ايه، انت كان دورك ايه، مش الطلب منك ايه. السي في بيكون انا عملت ايه از امباكت. وفي نفس الوقت حاجة مهمة جدا جدا مؤخرا بقت بتتعمل من زمان بس في ناس لسه بتقع فيها، وهي ان ما تحطش بيرسونال فوتو، ما تحطش صورة ليك. طب ليه ما احطش صورة ليا؟ عشان يبقى الاختيار مش بناء على انا شفت فلان ولا فلانة فارتحت لصورتها، لا مش كده. يبقى بناء، يبقى ما فيش ايه، ما فيش عنصرية في الاختيار. مش مثلا ان انت مقدم في شركة مثلا بره فهم بيحبوش مثلا العرب، فصورتك شكلك عربي او مش شكلك اجنبي شوية فخلاص بقى، او انت محجبة مثلا او فور اكزامبل. هو كده كده احنا خلاص ما بقاش في حد بيحط الصورة. احنا لو جينا بصينا، ده تو اكزامبلز لتو سي فيز موجودين تحت، هنلاقي انه اول غلطه معموله ان البنت حاطه صورتها في السي في. هنا المفروض ان احنا ما نحطش زي ما قلنا اي صوره، عشان ما يبقاش فيه اي اختيار بناء على عنصريه باي شكل من الاشكال. تاني حاجه ان الطريقه الصح اللي بقت بيتعرض بيها السي في، اللي انا كده كده سايبه لكم اي تولز والتولز اللي انتوا تستخدموها وتشوفوا منها تمبلتس عشان تكتبوا السي في، هو لازم يكون بالطريقه دي. يعني استخدمش الوان، خلي الحاجات منظمه الى شكل ما اب تو لاينز، ما تكونش الصفحه مقسومه. فانت كده كده الحاجات دي هتلاقوها فين؟ انا كاتبه لكم برضو اي تولز وريسورسز ممكن تستخدموها. وخاصة ان الستايل اللي فات بتاع السي في اللي بقى معترف بيه عامة دلوقتي هو ال AST ستايل، فانتوا هتلاقوه حتى موجود. طيب، في ناس كانت بتسأل برضو على طيب انا دلوقتي عايزة احط في السي في نفسي في حاجة انترناشونال، حاجة اسافر لها، حاجة حتى لو هتبقى السفرية دي مش علمية على قد ما هي فولنتيرنج. هتلاقوا UN فولنتيرز، هتلاقوا ايزاك ايجيبت طبعا بيوفروا حاجات كويسة جدا، جو ابرود، ريسيرش جيت بقى. لو انت اتواصلت شفت بيبر معينة وبدأت انت اتواصلت مع الدكتور ده، فالدكتور ده اللي هو يعني تعمل كونكشن مع دكاترة بحيث ان انت تكمل ريسيرش بروجكتس هناك.